حاجة وحشة جدا جاية علينا، الاي اي والذكاء الاصطناعي، ودي بقى اللي هتقعدنا فعلا. أيوة، انت كلنا في البيت. انا سمعت انا دخلت شفت الحقيقه، لان سمعت عنها الفرقه الاجنبيه اللي بتغني تقريبا، يعني استغفر الله العظيم، يعني كلام القرآن في اغنيه. بس فعلا انا اكتشفت انه ذكاء اصطناعي. ما هو بالظبط، هو اللي احنا شفناه طبعا انه فعلا صور قرآنية نازلة على صيغة اغاني، في منها راب وفي منها اغاني روك وفي حاجات مختلفة. الفكرة بقى احنا طبعا هو اللي اتقال او اللي احنا سمعناه فعلا ان ده متقلد على بطريقة ما بالذكاء الاصطناعي او غيره، على اساس انه دي فرق معينة هي اللي غنته. طبعا احنا ما نعرفش الحقيقه فين، ولكن برضو في سؤال مهم، فين القضاء؟ دور القضاء. طبعا احنا ما بنتكلمش عن القضاء المصري لان دي مشكله يعني عالميه تخص طبعا العالم الاسلامي كله والوطن العربي والمسلمين بشكل عام كتير. يعني هو ليه عيوبه وليه مميزاته. سيبك بقى من الحته دي، مش هنتكلم فيها. في حاجه مهمه، الفرق الموسيقيه دي بيبقى ليها حقوق ملكيه، ايوه، فكريه وغيره، تمام؟ فين المحامين بتوع الفرق دي او الشؤون القانونيه بتاعه الشركات كمان اللي هي بترعى الفرق الموسيقيه دي؟ لان بيبقى ليها طبعا حقوق في الملكيه الفكريه، وانه مش اي حاجه ينفع تنزل باسمها. ايوه مظبوط. فانا عايز اسال سؤال، هل جت عندي دي وتنازلت عن الموضوع؟ بقى بالنسبه لها الموضوع مش فارق معاها، مع ان انت لو شيرتي ليهم اغنيه على الفيسبوك عادي وانت مش بتعمل لهم اعلان ولا حاجه قوي. انت ممكن تلاقي مغني ليه بصوته حاجات تانية كتير، يعني بقت كله بقى كده، واتعرفت ان هي مش هو يعني. ما هو اتعرفت، بس فين بقى الدور الحاسم؟ يعني اللي احنا يمكن زي ما احنا ما بنقول، مش عايز يبص لحاجه وعايز يركز في شغله، مش عايز حد يعطله. فزي ما بنقول في سوق العمل ما يبصش ان هو حد يعطله. لا بالعكس، ده خلي بالك ده تعطيل كبير. قولي ليه؟ لان دوت بيقلل من شعبيته. انا في ناس اول مره اشوفهم لما لقيت كده افتكرت ان خلاص بقى دول انا مش هتابعهم تاني، يعني حتى ان حبيت اسمع لهم مش هسمع لهم اصلا. خدت منهم جنب لان افتكرت ان هم القائمين على العمل ده. أيوة، فطبعا ده تشويه للسمعه ليهم. فدي طبعا حاجه احنا يعني بنتكلم فيها كده. خلينا